ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى الحلقه التاسعة وقبل الاخيره من السلسله. وخليني ابدا بحاجه محدش بيحب يسمعها كتير، ان النجاح مش بيحب المفاجآت، ومش بيجي فجاه، ومش بيحصل عشان يومك كان حلو. الصدفه بتعدي والنظام هو اللي بيقعد، والمشكله اننا بنحكي عن اللحظه مش عن اللي سبقها. وزي ما احنا هنا في انتيكا دايما بنقول احنا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا ندخل في الحلقه. احنا دايما بنشوف ان النتيجة عبارة عن اللقطة والانجاز والترقية والشهرة والفلوس، بس اللي مش بيبان هو التكرار، الحاجة اللي اتعملت مليون مرة من غير تسويق ولا تشجيع ولا حتى احساس انها كان ليها معنى اصلا. زي واحد شاف حد نجح وقال محظوظ، ومحدش شاف قد ايه هو كان ثابت وهو مفيش حاجة بتحصل اصلا. واوقات اللي بيبان صدفة بيبقى نظام مستخبي. وفي فرق بين واحد عنده حلم وواحد عنده نظام. الحلم بيطلع بالليل لما تكون فاضي، والخطة بتظهر الصبح لما تكون تعبان. الحلم بيستنى الإحساس إن النظام شغال حتى وإنت مش حاسس بأي حاجة، مش عشان الحلم وحش، بس علشان لو مفيش حاجة بترجعك كل يوم لنقطة البداية. الحلم بيبقى فكرة حلوة وبس. وأوقات الالتزام الهادي أقوى من الحماس العالي. ومن غير مصطلحات كتير، دماغك كسولة مش شريرة، كسولة بتحب الحاجات اللي ما تاخدش مجهود، وبتكره القرارات الكتير، وبتمل من التفكير. عشان كده النظام مش بس بينظم حياتك، ده بيريح دماغك كمان. ولما الحاجة تبقى متكررة مش محتاجة تفاوض ولا نقاش ولا اعمل ولا لأ، ووقت الراحة الحقيقية تيجي من الوضوح مش من الكسل. وخليني اقلبها عليك، مش كل النظام صارم ولا كل روتين سجن. في ناس فاكرة ان النظام هيقتل الابداع، بس اللي بيحصل غالبا انه بيحميه. زي واحد موسيقي بيتمرن كل يوم علشان يطلع ارتجال حر، وزي الرياضي يلتزم بالاساسيات علشان يلعب براحته. الحرية مش في العشوائية، الحرية في انك ما تضيعش طاقتك في قرارات ملهاش لازمة. واوقات النظام بيفتح مساحات مش بيقفلها. في ناس كتير كانت عايشة أيام مملة وبتعمل نفس الحاجة تقريبا بنفس الشكل، ولا حد كان شايف ولا حد كان مهتم، ولا حتى هم كانوا حاسين إنهم قريبين من حاجة أصلا. بس فجأة الدنيا قالت أهو، والناس قالت ضربة حظ، مع إن اللي حصل كان نتيجة تراكم كبيرة مش لحظة. وأوقات النتائج بتحب المفاجآت بس ما تعتمدش عليها. وخلينا أكون واضح، مش كل نظام ينفع لكل الناس، ومش كل روتين ناجح يناسبك. في واحد يبدع بالليل وفي واحد يبدع الصبح، في واحد يشتغل ساعتين مركز وواحد محتاج الوقت كله. النظام الحقيقي مش اللي شكله حلو ولا الناس اللي بتمدحه، لكن اللي يخليك ترجع تاني من غير ما تكره نفسك. وأوقات البساطة أكتر نظام ذكي، وفي لحظة بتحصل من غير ما تاخد بالك تكتشف إنك ما بقتش مستني الدافع ولا المزاج ولا الإلهام. الحاجة بقت جزء منك، زي غسل أسنانك كده، زي إنك تمشي من غير ما تفتكر. ساعتها بس تبدأ تحس إن النجاح مش بعيد ولا تقيل ولا غريب. ووقت الاستمرار أهم من أي بداية قوية. وفي النهاية لازم تبقى عارف، لو هتطلع من الحلقة دي بحاجة خليها إن النجاح مش محتاج صدفة ولا حتى لحظة خارقة ولا حماس أبدي. محتاج نظام حقيقي يرجعك كل يوم، حتى وانت تعبان، حتى وانت شاكك، حتى وانت مش واثق. والفرق بين حلم وخطة مش الذكاء ولا الإمكانيات، لكن من فيهم ليه شكل يتكرر. الحلقة الجاية مش عن نظام ولا النجاح، لكن عن حاجة بتكسر أي نظام، ولو ما خدتش بالك منها هتكسر كل أحلامك كل أهدافك. فما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. سلام.